عامل ايه؟ منى اي حاجه كلميني في التليفون. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. معانا مفاجآت كتير في الفيديو اليوم حلوة جدا وكل معلومات تهم كل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بوداع العيلة ومشاعر ملخبطة جدا، بجد عيطنا معاهم. واحلى حاجة هو وداع تيتا عطا، واحلى دعوة لآية احلى. بجد احنا بنحب تيتا عطا جدا، ربنا يديها الصحة ويخليها ليهم. تعالوا الاول نشوف مين مسافر من العيلة ومين مش هيسافر معاهم. طبعا آية وغزل ويزن كانوا مسافرين، وكمان الحاجة هند وبرنس مصر وعيلة محمود الجمل، وحجزوا في فندق موزمبيق في مكة والمدينة عشان كل الفانز حبايبنا من السعودية يشوفوهم ويسلموا عليهم. ودي الكارنيهات بتاعت غزل ويزن. بجد غزل ويزن كانوا حلوين قوي بلبس الإحرام، ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم. تعالوا بقى لأول مفاجأة معانا، وهي وأخيرا ظهور عبد الله زوج آية وصدمة غزل. وبصراحة احنا كمان اتصدمنا وكمان فرحنا قوي انه ظهر بوشه مع آية والولاد، وده عشان يودعهم قبل السفر. هو بيشوف الكومنتات وعاوزين كل فانز برنس مصر يقوله اطلع مع آية يا عم عبد الله، احنا بنحبهم مع بعض قوي. ودلوقتي تعالوا نشوف لحظات الوداع ما بين العيلة. جلجل هنا كانت بتسلم على آية احلى وكمان على سلمى. بجد جلجل صعبت علينا قوي، كانت زعلانة عشان ما سافرتش معاهم وقالت لأحمد انت السبب. لكن مستر احمد ما كانش يعرف ايه الاحساس هيكون كده، بس تتعوض ان شاء الله المرة الجاية يا جلجل. ملحوظة مهمة جدا، لو تفتكروا برنس مصر وعد الحاجة هند بعد العملية اللي عملتها مؤخرا انه هيطلعها عمرة، ووفى بوعده برنس الكون وطلعوا مع بعض العمرة، ربنا يرجعهم بالسلامة. تيتو كان لابس ابيض وكان فاكر انه رايح معاهم، لكن هو وأمنية القوة والحاج صالح مش مسافرين. أصعب لحظة معانا هي بكاء بيبي مكة بنت برنس مصر عشان محمد هيسافر ويسيبها، وبعدها فيروز كانت زعلانة وعيطت. هي بتحب سلمى قوي وعيطت عليها لأنها أقرب واحدة ليها في العيلة. روزا ما عيطتش خالص وهما موجودين، أول ما مشوا وكلمت سلمى في التليفون وعيطت جامد. حلو بقى للمفاجأة التانية معانا اليوم، وهي ظهور ندى مرات برنس مصر بلبس الشتاء في البيت. بجد ندى كانت وحشانة قوي وكانت عسولة قوي بلبس البيت، وزي ما قلنا الفيديو اللي فات ان ندى حمو مش هتقدر تسافر معاهم، ربنا يقومها بالسلامة وتجيب لنا احلى بيبي. هنا بقى خلاص كانوا بيودعوهم. برنس مصر كان بيشاور لكوكي من البلكونة. سندريلا غزل كانت زعلانة قوي عشان أمنية القوة هتوحشها. بجد احنا عيطنا جدا معاهم، ربنا رجعهم لينا بالسلامة، عمرة مقبولة ان شاء الله. يوحشونا جدا، وطبعا العيلة متأثرة جدا لأنهم أول مرة يسافروا مش كاملين، عشان كده الوداع كان صعب عليهم كلهم. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو اسم صالح في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان أسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وما تنسوش يا أجمل فانز توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.